السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا لليوم نوع من أنواع البسبوسة، من أطيب وألذ وأفخم أنواع البسبوسة، بسبوسة بالفستق الحلبي، جدا لذيذة هشة مميزة. خلونا نشوف المقادير. عندي أول شي عندي ملعقة صغيرة بيكنج باودر مع شوي هيل، عندي علبة قشطة، عندي بيضة، نص كوب فستق حلبي ناعم، وعندي كوب كامل سميد، عندي نص كوب سكر، وعندي نص كوب زيت. نسيت ما ضفته مع المقادير. راح نضيف بالخلاط كل المقادير. طبعا في انواع من البسبوسه تخلط باليد او بالمضرب اليدوي. عندي هذا النوع لا، ضروري يكون بالخلاط، لانه لازم تختلط الفستق الحلبي ينخلط مع بقيه المقادير ويتجانس. راح اضيف كل المقادير مع بعض، او تحبوا يكون الخليط الفستق ناعم جدا اضيفوا السميد اخر شيء. خلوا المواد السائله بعدين ضيفوا السميد المرحله الاخيره. اذا تحبوا تخلوا لون البسبوسه خضراء تقدروا تضيفوا ملون طعام اخضر مع الخليط. هون بعد ما خلطنا المقادير حطيناها بصينيه مدهونه بالزيت وعلى فرن حامي حراره متوسطه من تحت بعدين من فوق. والبسبوسة حارة على طول راح أضيف عليها نص علبة من النستلة تكفي. تحبوا حالية زودوا شوي أكثر. راح أضيف على كل أطراف أو كل الصينية. يفضل أنه نغطيها مشان تشرب بشكل أسرع. بعد ما تبرد البسبوسة بشكل تام راح هون أجهز الخليط الأبيض. عندي كوبين من الحليب السائل، راح أضيف عليهم ربع كوب من السكر، وراح أضيف نص علبة قشطة. إذا تحبوا تكون طعم القشطة ظاهر ضيفوا العلبة كاملة. وراح أضيف عليها 7 ملاعق كاملة من النشا. نحرك الخليط على البارد، بعدين على النار نشغل النار ونحرك لحتى يغلي تماما. تحبوا تحطوا إضافات فانيليا، أي نوع من أنواع الإضافات أو النكهات اللي تحبوها. عندي هون راح أضيف ماء زهر. طعم الماء الزهر مع الفستق جدا لذيذ. وهون شوفوا السماكة ضروري تكون ثخينة كثير. راح أضيفها على طول وهي حارة وأوزعها فوق البسبوسة. راح أمد على كل أطراف البسبوسة. يظل عندي المرحلة الأخيرة راح نوزع طبقة من فستق الحلبي. طبعا نوزعه وهي حارة عشان تتماسك أو تلصق مع المهلبية. هون راح ندخل الثلاجة تقريبا 3-4 ساعات لحتى تبرد تماما. وهون بسبوستنا صارت جاهزة، جدا جدا لذيذة. الله على طعمها، الله، يعني المنظر لحاله حكاية. أتمنى تجربوها وتعجبكم يا رب، وأشوفكم بوصفات جديدة، ومع السلامة.